سلام عليكم. نظرية اليوم تتكلم عن ون بيس، تحديدا شخصية مونكي دي جارب ومونكي دي لوفي. こいつも頼む。俺ルフィ、挨拶せい。 ماذا لو كان جارب مهدد من البحرية؟ المعروف عن عائلة ألدي هي أكبر عدو للبحرية ولتنانين السماوية، وبينهم تاريخ مليء بالدماء، ومع ذلك نجد أن غارب هو الشخص الوحيد من عائلة ألدي معهم. وأيضا لو أتينا لأصول جارب، من المستحيل أن يكون حلمة أن يعمل مع البحرية، والدليل على ذلك رفض رتبة الأدميرال. والآن نأتي لو كان جارب مهدد، بمن يهددون البحرية به؟ لو أتينا كل من عائلة سبو وأيس وضحوا قصة طفولتهم وماضي عائلتهم. ألا لوفي هو الشخص الوحيد بينهم بقي ماضيه مجهول. لو أتينا على أبيه دراكون هو أكبر عدو للبحرية.